طيب اولا اول ما تدخل الابلكيشن بيظهر لك الشكل اللي انت شايفه دلوقتي ده. طبعا طريقه تسجيل الدخول، في ناس تقدر تسجل دخولها عن طريق الاكونت الجامعي بتاعك، وتبدا ان انت تنطلق ان شاء الله يعني، ويبقى معاك كانفا برو. ولكن طبعا بيبقى فيه حاجات ممنوعه عنك غير الناس اللي مستخدماه مدفوع. طيب اولا انت بتسجل، اول ما بتسجل متابعه الطريقه من خلال جوجل، مفيش اي مشكله اهو. طيب في متابعه بطريقه تانية، وهي ان انت تسجل بفيسبوك، ولكن الافضل ان انت تسجل بجوجل، عشان حتى لو حصل لا قدر الله اي مشكله في فيسبوك ما ياخدش معاه كل حاجه موجوده، يعني ما يقفلكش الاكونت بتاعك حتى على كانفا كمان. فانت الاحسن ليك ان انت يبقى موجود معاك الاكونت بتاعك من خلال الجيميل بتاعك يعني. طيب زي ما احنا شفنا في الاول ظهر لي الشكل. طبعا ممكن يكون الموضوع مش ظاهر لكم دلوقتي، ولا ظاهر يا كابتن عبد الرحمن؟ تمام، كابتن عبد الرحمن ايوه يا مش كابتن معانا، بيتر. ولكن تمام ظاهر كل حاجه معاك. بتقول ايه؟ اه تمام، كل حاجه شغاله. تمام. اولا طبعا احنا اول ما بنفتح الابلكيشن زي ما احنا شايفين قدامنا، الشكل اللي ظهر لكم ده الشكل الاولي للابلكيشن من غير ما تعمل اي حاجه. طيب بعدين بندخل على اول حاجه طبعا الصفحه الرئيسيه زي ما احنا شايفينها قدامنا اهي. بعدين بندخل مثلا، احنا هنشرح من الاول من الصفر كلنا مع بعض طبعا. هنشرح من فوق لتحت ومفيش اي مشكله. طيب في اول حاجه بيظهر لك على اليمين من فوق هي ثلاث شرط جوه مربع ابيض. الثلاث شرط جوه المربع الابيض دول بيظهروا لك الحاجات او الاختيارات اللي انت شايفها قدامك دي. طيب اولا بيظهر لك الاكونت بتاعك، بيظهر لك طبعا اعدادات للحساب بتاعك، واحصل على المساعده او تسجيل خروج او سياسه الخصوصيه. ده جزء مش مهم قوي ان انت تعرفه، ولكن الاهم منه ان انت تعرفه هو القوالب. طيب القوالب دي عباره عن ايه؟ عباره عن الحاجات الجاهزه اللي انت تقدر تعدل عليها. خلينا ان احنا مثلا عايزين نعمل ديزاين لمدرسه، فاحنا طبعا هنعمل سيرش على كلمه مدرسه، وهيظهر قدامنا الشكل اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، قوالب كتيره جدا بعدد كبير جدا نقدر ان احنا نعدل عليها. طيب اولا بنبص فوق كده على اليمين بنلاقي مكتوب 61,000 قالب عن المدرسه. طيب زي ما احنا شايفين القوالب اهي موجوده قدامنا، مفيش ادنى مشكله. خلينا ان احنا مثلا اخترنا قالب ودخلنا ان احنا نعدل عليه. طبعا في قوالب مدفوعه وقوالب مجانيه. تقدر انت تعدل على القالب المدفوع، ولكن تشيل الحاجات المدفوعه منه علشان انت بتستخدم ابلكيشن غير مدفوع، وتقدر تستخدم الحاجات المدفوعه لو انت مشترك في الابلكيشن يعني. طيب عندنا الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، لو احنا هنشتغل عليه او ان احنا نعدل عليه كقالب مثلا، ممكن نشيل مثلا الصوره دي، اول ما هنتك على الصوره هيظهر لنا تحت كلمه استبدال. هندوس على كلمه الاستبدال مثلا، وهنروح للتحميلات اللي احنا جايبينها من عندنا من التليفون. مثلا اهو عندنا كام صوره، مثلا ممكن نحط اللوجو بتاعنا بتاع بنتولا مكان الصوره الموجوده. طبعا الكلام ده ينطبق على جميع الصور اللي موجوده بعد كده. دي اول نقطه، وهي استبدال الصور الموجوده. تاني نقطه ممكن تعملها هي ان انت تغير الخط اللي موجود، او ان انت تغير الكلمه المكتوبه، او ان انت تغير لون الخط او تغير لون الكلمه دي. خلينا ان احنا نكتب مكان الكلمه دي كلمه بنتولا. تمام، كتبنا كلمة بنتولا مثلا ومش عاجبني اللون، هو طبعا اللون مناسب جدا ولكن احنا عايزين نخليه مثلا لون تاني. بننزل تحت في شريط الاعدادات، بنلاقي طبعا تعديل والخط، وبنلاقي انماط النص والحجم بتاع النص، وبنلاقي عندنا كمان اللون بتاع الخط اللي احنا شغالين عليه. هننزل تحت شوية هنلاقي ان الصورة اللي احنا استخدمناها اللون بتاعها موجود، فاحنا ممكن ناخد اللون الازرق حتى لو هو غير مناسب، احنا بس عايزين نعرض ازاي بتعدل الاشكال دي. طيب خلينا ان احنا نكتب مثلا حاجة بالعربي علشان نغير الفونت بتاعها علشان نخليه مناسب للعربي. هنكتب مثلا جرافيك ديزاين. طبعا شكل الخط مش احسن حاجه، ممكن نستخدم الخطوط العربيه في الموضوع ده، هيبقى الموضوع الطف بكتير. فلما تيجي تعدل على شيء موجود بالفعل، حاول تستخدم خطوط مناسبه، ما تستخدمش نفس الخط اللي موجود وهو مكتوب بانجلش، هيبقى الشكل بايخ جدا ومش الطف حاجه هتعملها. طيب هتلاقي كلمه تعديل دي تقدر طبعا تكتب بيها، مفيش اي مشكله. تاني حاجه هتلاقيها موجوده عندك في الخيارات، وهي كلمه الخطوط او الخط. طيب تدخل على الخط مثلا وتكتب كلمة عربية، أو بتكتب كلمة Arabic بالإنجلش، مفيش أي مشكلة. خلينا إن إحنا نكتب عربية على أساس إن هو يعرض لنا خطوط عربية. هنبدأ نعمل سيرش طبعا أهو.
هيظهر عندنا طبعا خطوط كتيرة جدا. هو يقول لك جميع النتائج تحت، هتلاقي خطوط كتيرة جدا موجودة معاك، مفيش أدنى مشكلة تستخدم منهم أي خط عربي يكون مناسب معاك. خلينا إن إحنا نستخدم الخط الموجود قدامكم ده، اسمه ديش بيبو تقريبا أو بيبو تقريبا، على ما أظن بيبو. هيغير لو دوسنا تغيير الكل زي ما احنا شفنا، هيغير لنا كل الخطوط الموجودة، ولكن احنا عايزين نغير الخط ده بس. طيب عندنا دلوقتي قدرنا، عرفنا ان احنا نغير اللون، عرفنا ان احنا نغير الصورة، عايزين نغير بقى الوان العناصر الجرافيك اللي موجودة في الشكل. طبعا بنحدد الشكل بتاع الشكل اللي احنا عايزين نغير لونه ده، وبعدين بنروح نتك على اللون، بنلاقيه طبعا اول خيار عندنا، بعدين بنغيره للشكل او اللون اللي احنا محتاجين ان احنا نغيره ليه. خلينا ان احنا نغيره للاصفر مثلا. زي ما احنا شايفين الشكل بقى زي ما انتم شايفين قدامكم كده. ممكن ان احنا نعمل تغيير الكل، هنخلي كل اللي موجود في الشكل ده يتغير. طيب خلينا ان احنا عايزين نحرك الشكل ده اصلا الدائري اهو، بنسحبه كده مفيش ادنى مشكله ونحركه مكان ما احنا عايزين نحط الشكل ده بنحطه. عايزين نغير مثلا ترتيب الصور، هنحط صوره هنا، نحط صوره هنا. عايزين احنا نعمل شكل جديد غير الشكل اللي كان موجود، مفيش ادنى مشكله. خلينا ناخد العنصر ده مثلا ونحط العنصرين هنا فوق، فبدا يبقى معانا شكل جديد او مختلف غير اللي احنا شفناه. طيب عايزين نغير حجم الخط اللي احنا شغالين عليه، اهو الحجم مثلا زي ما احنا شايفين. الحجم مثلا 104 105 110 120 ايا يكن الحجم اللي احنا اخترناه هيكون هو شكل الديزاين. طيب ده احنا قلنا اول حاجه هي ازاي نعدل على القوالب، وعرفنا ايه هي القوالب وازاي نعمل سيرش على القوالب. دي كده نقطه وعدينا منها. طيب ممكن اقول لكم فيما بعد ان شاء الله ازاي تحفظ الحاجه اللي انت اشتغلت عليها، والموضوع ده سهل مش صعب.